السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة اللعبة الحلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بالله يا غالي واشترك في القناة. الحنفي حكم لمباراة الأهلي والجونة. طبعا انتوا عارفين الحنفي ظلم الأهلي في ماتش الجولة الرابعة. طبعا النهاردة الجولة الثامنة يلعب الأهلي مع الجونة وربنا يستر. طبعا يقود هجوم الأهلي يعود محمود كهربا عشان وسام أبو علي. انتوا عارفين ان هو جاله هبوط حاد في الدوره الدمويه، والحمد لله طبعا عملوا فحوصات وعملوا اشاعات، بس مش هيلعب ماتش النهارده. يعني وسام ابو علي غايب لقاء النهارده عشان طبعا لظروف صحيه. طبعا كهربا عاد للماتش النهارده، واكرم توفيق والسوليه ومروان كل دول جاهزين لماتش النهارده. انا في حاجه طبعا عايز اتكلم معاكم عليها. حمزه علاء لحد وقتنا هذا ما حدش يتكلم معاه في مسؤول النادي الاهلي خالص. كابتن محمد رمضان اتكلم معاه عشان يحسم ويمضي، لحد دلوقتي ولا حد اتكلم مع حمزه علاء خالص في اي حاجه. وحمزه علاء ده لعيب كبير وهتخطف من الاهلي، هيروح بيراميدز. بيراميدز عارض عليه مبلغ خيالي، مش عايز اقوله عشان ما حد يقول انت بتقوله خلاص. مبلغ خيالي والله، بيراميدز عارض عليه مبلغ جامد. افتكروا الكلام ده كويس، لا الاهلي ما حسمش موقفه في موضوع حمزه علاء هيطير. حمزه علاء هيطير من الاهلي. هيبقى المفروض الاهلي يحافظ عليه عشان بعد الشناوي مصطفى شوبير. حمزه علاء طبعا هيديك 10 سنين قدام. طبعا لو بيراميدز خده كل سنه وانت طيب، عشان نكون واضحين. اما بقى موضوع الصفقات لحد وقتنا هذا، ان المفروض ان في يعني مسؤول اهلاوي كبير سافر طبعا دوري اوروبا ان يخلص صفقتين. انا اقول لكم على الصفقتين. الصفقه اللي هي الثانيه ايفرتون ده الاهلي متكلم معاهم خلص، بس ركنوا على جنب لسه ما خلصش. متكلم معاه واللاعب مرحب ووكيله مرحب اللي هو ايفرتون. لكن اللاعب اللي هو الاهلي راح يخلص فيه الياس شوارف. ده الاهلي راح يخلص فيه مع وكيل كولر تيني لامبرتيني. طبعا ده حاطين اللي هو عينه على الصفقات. وعايز اتكلم شويه عن اداره النادي الاهلي. ان لحد وقتنا هذا ما حدش جاب مدير تعاقدات ليه؟ ليه ما حدش اتحرك جاب مدير تعاقدات؟ النهارده كام؟ النهارده 14 ولا النهارده 15. سوري معلش، النهارده 15 واحد. لحد وقتنا هذا ما فيش حد اتكلم خالص ولا جاب مدير تعاقدات. ودي علامه استفهام خالص، ولا في حد جاب ولا حد عينه بيتكلم على الاهلي ولا حد جاب صفقات. يعني هم سافروا بره ويا عالم ايه هيجوا بيه ولا مش هيجوا. يعني ممكن ما يحصل اي خلاف مع الياس شوارف، ممكن ما الاهلي يعني ما يتفقش مع لو الاهلي ياخده ويروح جاب ايفرتون ويجي. طبعا الاداره مش هتقول لك انا غلطت في الياس شوارف ما عرفش اتفاوض معاه جبت ايفرتون وجيت. طب والله العظيم لحد وقتنا هذا انا ما مقتنع بايفرتون. اقول لك رايي، والله ما مقتنع بيه. الاهلي راح يجيب لعيب من البرازيل ولا من السويد، ده ما يكون. لحد دلوقتي اللعيبه ما وصلش في افريقيا ليه؟ ليه؟ ما تجيب لعيب من غانا ولا جنوب افريقيا ولا نيجيريا ولا من اي لعيب. لو انت عاوز تدفع ملايين ومليون ونص دولار ما تجيب من غانا ولا نيجيريا ولا كاميرون ولا ساحل العاج ولا اي فرقه. برضه راح تخش على البرازيل. تقول حاجه للاداره، اوعاكم وهجوم الجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي كل شويه عم الناس تصبر. اه الاهلي هيجيب صفقات، مش عارف مين الاهلي هيجيب. لا الاهلي هيجيب. لا ده في اتنين خلصوا. لا ده واحد خلص. لا ان شاء الله هنجيب واحد. ولا في اي حاجه لحد دلوقتي. اما تشوف اما يجوا من بره هل هم هيحسموا الصفقه بتاع الياس شوارف ولا مش هيحسموها. بس ايفرتون خلصان. بس لسه ايفرتون ده رقم ثلاثة مش رقم واحد. رقم ثلاثة مش رقم واحد. يعني الياس شوارف واحد مش عايزين يقولوا عليه، وايفرتون الثالث. فشلوا في الاثنين هيجيبوا ايفرتون ويجوا. قعدنا نتكلم على مصطفى العش ان يخش الاهلي يروح يجيبه. يا جدعان اتحركوا شويه، هاتوا اعملوا حد من الدفاع. هاتوا الدفاع عندنا بيقع. اتحركوا الدفاع بيقع. اهو مصطفى العش بيراميدز عمال يخش في الصفقه. بيراميدز عامل ازاي يخش في اي حاجه عايز يخش في الصفقه. بس طبعا اللعيب طبعا في عمره وبلغوه قال لهم انا عايز النادي الاهلي مش هروح بيراميدز. طبعا اداره زد لما شافت ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم قالت لك عايز 50 مليون. اشمعنى انا يعني اشمعنى عمرو الساعي يبقى 50 مليون لمصطفى العش. شفتوا توصلتوا نفسكم لايه؟ كنت هاتوه من بدري.
هاتوه من شهر، من اول ما الموسم يشتغل قعدنا نقول هاتوا لعيبه، هاتوا لعيبه، هاتوا لعيبه. عندهم تاخير جامد قوي الاهلي في الصفقات، بيتحركوا عاملين زي الخنفسه. يا عم انتوا فين يا عم؟ اتحركوا من بدري، اتحركوا من بدري. ده الاهلي داخل على معمعه جامده، دوري مصري وكاس عالم ودوري ابطال. لازم الاداره تتحرك شويه، لازم الاداره تتحرك شويه. ما تخلوش الجماهير تطلع تقول لك ارحل 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 ارحل. عايزين الاداره تتحرك شويه، والله العظيم. الجماهير عمال تاخد مسكنات، مسكن في مسكن في مسكن في مسكن، ومش شايفين اي حاجه، كله كلام. انا بقول لكم اهو، يا عالم هيجوا من بره واخدينه ولا لا. بس دلوقتي اقرب في المدافعين مصطفى العش 80%. مصطفى العش ال 20% ممكن تطير. يعني انا بقول لكم ممكن اي خلص، ممكن راح بيراميدز، بس هو قال لهم راح الاهلي، عشان كده هدت الصفقه شويه. اما بخصوص دلوقتي يعني الاهلي، المفروض الاهلي ما دام يروح يجيب الابان، راح يجيب جناح زي ايفرتون. وعندك ابنك احمد عبد القادر، رميتوه راح قطر. احمد عبد القادر ده لعيب كبير قوي 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 قوي. والله يسامحك يا كولر، انت ظلمت الواد ده، والله اقسم بالله الله يسامحه. الله يسامحك يا كولر، ظلمت احمد عبد القادر. كنت تجيبوه، وابنك حتى دفعت فلوس ابنك وعارفه وعارف لعبه وعارف كل حاجه. واحمد عبد القادر لعيب جدا جدا جدا، احسن ما اجيب لعيب اسمه ايفرتون. عندك احمد عبد القادر اهو جناح اهو عندك، ويلعب الماتش الجاي. المفروض يلعب يوم 17 مع الجزيره الاماراتي في كاس. اتفرج على احمد عبد القادر بيلعب ازاي، مقطع الدنيا. احمد عبد القادر مقطع الدنيا، احمد عبد القادر. مش عارف الاداره سايبه قدر عمال يتحكم فيه زي ما هو عايز. ده وحش، ده حلو، ده وحش، لا ما باخدش ده، لا خد ده، لا خد ده. انت بتلعب شطرنج، شطرنج. نقدر ب 15 وما عملتوش اي حاجه، كله كلام في الهوا. انا مش عايز اطلع لكم فيديوهات الاهلي خلص من بدري، كله عمال يهبط. ده احنا خلصنا اقول لكم لحد دلوقتي هم دول الموجودين عندنا. العش 80%، والياس شوارز رايحين يجيبوه. لا ما جابوش، لما يجي لا ما يجيش. هو ده صفقات الاهلي اللي كنا بنقعد بيقولوا احنا خلصنا من الخمس صفقات والسبع صفقات. الله يديله الصحه ويبارك في عمره، الله يديله الصحه ويبارك في عمره. الاستاذ عبد القيعي كان استاذ بيخلص اللعيب في مينت، في مينت. ولا ولا بتشوفوه في التلفزيون ولا حاجه ولا اي حاجه. حتى ما كلموه في التلفزيون استاذ عدلي انت بجيب لعيب ازاي، قال لهم اي لعيب بقعد معاه في التلفزيون ما مش جاي الاهلي. اللعيبه اللي ما بقعدش معاها اتخطفت على طول. ده الاهلي خطف رضا شحاته وهم قاعدين معاه في الزمالك هناك، خطفوا خطف. الله يديله الصحه عبد القيعي، والله الله يديله الصحه ويبارك في عمره. الزمالك بكره هيلعب مع حرس الحدود الساعه 4، المصري مع فاركو الساعه 7. طبعا الاهلي برجع اقول لك تاني، الاهلي الساعه 7 مع الجونه، والساعه 4 ماتش شغال دلوقتي بتاع ايه، غزل المحله. مش عايزين نقلل غزل المحله، غزل المحله فريق كبير جدا ومدعم لعيبه جامده. غزل المحله مدعم لعيبه، وهتشوفوا غزل المحله السنه دي تقيله قوي، تقيله قوي قوي قوي. وهتلعب ماتش مع بيراميدز ماتش حلو، هتعرف تلعب قصاد بيراميدز. الناس كلها تقول لك، يعني انا اصحابي لما بسالهم في الشغل بيقول لي ايه اقوى ماتش، قلت لهم اقوى ماتش النهارده بيراميدز وغزل المحله. وغزل المحله والله العظيم فرقه جامده، ومدعمه فرقه جامده قوي قوي قوي، بس ما حدش حاطط عين عليها. ده طبعا دي كانت اخبار النهارده مع قناه اللعبه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.